استغنوا عنك يعني ايه؟ ما تكلميهم يا شروق، قولي لهم اي حاجه. احنا في عرض اي مليم. للأسف الموضوع منتهي يا محمد. خلاص جابوا حد مكاني أصلا. يعني هم هيدفعوا لي مرتب الشهر ده، بس ابتداء بقى من الشهر الجاي لازم تتصرف. دلوقتي انا اللي اتصرف؟ مش انت اللي شلت اللولب؟ حليها انت بقى. أحلها إزاي يعني يا محمد؟ وأنت بتنسحب من مسؤولياتك؟ مش بنسحب يا شروق، بس الوضع اللي انا فيه ده وضع مش طبيعي. انت سبت الشغل والايجار اتضاعف عليا، وعندي مصاريف ل7 عيال. يعني كلها شهر بالكتير مش هنلاقي ناكل ولا نسكن في حته كمان. خلاص يبقى تسيبني استلف من بابا وما تقوليش لأ بقى. انت عايزه تتخانقي؟ قلت لك 100 مره ما تجيبيش سيره الموضوع ده. فلوس ابوكي مالناش دعوه بيها. خلاص يبقى تحلها وما تشتكيش يا محمد. يعني كل اللي بيحصل ده مش عايزاني اشتكي؟ ازاي يعني؟ ايه يا جماعه الاخبار؟ الجمعه الجايه نعمل اسبوع للولاد ان شاء الله. الراجل ده عايش معانا ولا ايه؟ ايوه يا اخي، عشان ده الحق نعزم الناس، مش في معازيم. طب بعد اذنك بس يا عم خش الحمام. اتفضل يا حبيبي. امسك. ايه الجمعه مش مناسب نخليها السبت؟ في إيه يا محمد؟ ده غريب قوي جوزك ده. لو سمحت، ايوه. عاوز ابيع الموبايل ده. ده ايه ده؟ طيب الموبايل ده على حالته على وضعه كده يعمل له 5. خمسية ايه؟ انا شريت 9.5 وما كملش معايا سنه والله. باشا، الموبايلات كل يوم بتتطور بسرعه، وبعدين ده بقى قديم خلاص، وانت عارف بقى الموبايلات دي تعبانه. الجديد مفيش احسن منه، اسمع مني. طب معلش هزها شويه، اصل 5 ده قليل قوي. عارف انت لو جيت لي بكره كنت ممكن اقول لك 4 كمان مش 5. يا باشا، باشا الموبايلات القديمه دي ما تستاهلش، محدش بياخدها. اسمع مني، الجديد جديد برضه. سهل الحال يا رب. ها بعنا؟ هات يا سيدي. احلى 5000. عد فلوسك يا باشا. طب معلش بقى شوف لي عده مستعمله نظيفه كده تمشيني، بس اهم حاجه يكون فيها واتساب. اللي انت عايزه عيني. ده بقى من الاخر، وحالته برضه من الاخر، وب 2000 جنيه بس. هو ايه اللي 2000 جنيه؟ حرام عليك بقى، ده قديم جدا. باشا يا باشا، الحاجات القديمه دي متاسسه صح، حماله اساسيه، تخبطها في الحيطه ترجع لك تاني. انما الموبايلات الجديده دي لو وقعت تجيب شاشه، تجيب بورده. اسمع مني، القديم قديم برضه. شيزوفرينيا عامله معاك ايه؟ اكل العيش بقى يا باشا. ممكن 2000 جنيه بعد اذنك؟ في واتساب ده؟ في واتساب وفيسبوك وصابوي وكل حاجه. 2000 جنيه يا باشا. تسلم ايدك، نورتنا يا باشا، مع الف سلامه. واللبن هيشح هو كمان وهيبقى فيه أزمة ولا إيه؟ اشمعنى؟ أصل حضرتك جيت اشتريت مني علبتين لبن امبارح. لا ما هم خلصوا. خلصوا؟ دي العلبة الواحدة بتكفي الطفل 4 أيام، ابنك شربها في يوم؟ ما هو مش طفل واحد. حتى لو طفلين توأم يا أستاذ، ما يشربوهمش برضه في يوم. كده في حاجة غلط، لازم تكشف عليهم. طفلين؟ ده اكبر عدد بالنسبه لك؟ ها؟ مش مهم، كام الحساب؟ 220 في 3 660. هو ايه اللي 220؟ انا مش واخد منك امبارح العلبه ب 210؟ أيوه حضرتك ده كان امبارح، النهارده البنزين غلي، ولما البنزين بيغلى كل حاجة بتغلى. ومال البنزين باللبن؟ هي البقره بتشرب بنزين؟ حضرتك انا مالي والله، دي اسعار الشركه هي اللي بتحطها واحنا بنبيع على اساسها حضرتك، واللبن ده اصلا ما بيتحلبش من البقره. يا سيدي بقره معزه. استغفر الله العظيم يا رب، انا هلاقيها منين ولا منين انا؟ طب معلش ممكن تشوف لي نوع تاني يكون ارخص؟ للاسف لا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بص انا هقول لحضرتك فكره، لو اللبن بتاع الام مش مكفي روح خد لبن مدعم من وزاره الصحه. بجد؟ في حاجه كده؟ والعلبه ب5 جنيه. بالله عليك ب5 جنيه؟ في يا استاذ تعبت لي اعصابي. والله والطفل ليه 6 علب في الشهر. 6 علب؟ يعني بدل ما ادفع 1200 جنيه هدفع 30 جنيه في الشهر؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ والله يا استاذ بتكلم بجد، انا عايز ادلك على الخير، وبعدين دي مش حاجه جديده، دي حاجه موجوده من زمان. روح المركز الصحي التابع لمنطقتك وانت هتاخد. مركز الصحي؟ ربنا يبارك فيك، انا مش عارف اشكرك ازاي والله. انت اسمك ايه؟ فارس. ربنا يبارك فيك، هات بوسه يا فارس تعالى. في يا استاذ. ربنا يبارك لك، انت مش فاهم، انت انقذتني يا فارس، انت مش عارف انت عملت ايه، انت بتقول المعلومه كده عادي انت. ربنا يبارك فيك يا رب، تسلم. طب انا هاخد علبه واحده بس بقى. اوكي. 220.
تسلم، الف شكر يا فارس. والله يا فارس انا مش هات بوسه يا فارس، معلش خلاص يا معلش، معلش. استاذ. ربنا يبارك فيك، انت انقذتني حبيبي والله يا العظيم، انقذت 7 ارواح. سلام عليكم، مع الف سلامه. يا اخويا كنت سبته ياخد ال3 علب